اتكلمنا قبل كده عن انواع البيرنج اللي ما بنستخدمش فيها عنصر دوار، وعرفنا ان قدرتها عالية في تحمل الاحمال العالية. فلما جينا بقى نحط عنصر دوار كوسيط بين الحلقتين، لقينا ان نسبة الاحتكاك المتوقع قلت، ولكن مقابل ده قدرتها على تحمل الاحمال هتقل عن الجورنال بيرنج. وده ليه بقى؟ انا اقول لك ليه. عندنا قانون حلو قوي بيقول ان الجهد اللي واقع على مساحة ما بيساوي القوة اللي واقع على المساحة دي مقسومة على المساحة اللي واقع عليها القوة. الخواجة هنا بص للقانون ده، بصله جامد وقال لك ده احنا عندنا حاجة حلوة خالص. انا مقدرش العب في القوة اللي واقع على مساحة معينة، ولكني اقدر العب في المساحة نفسها. القانون بيوضح لنا ان في علاقة عكسية بين المساحة والاجهاد، فلو زودت المساحة الاجهاد اللي واقع على الجسم هيقل، والعكس لو قللت المساحة الاجهاد اللي واقع على الجسم هيزيد، وبالتالي الجسم ما يقدرش يتحمل الاحمال العالية. ومن هنا بقى جت فكرة استخدام الاسطوانات في البيرنج بدل الكور، وده موضوع تاني هنتكلم عنه في الفيديوهات الجاية. نرجع لموضوعنا، وهو ان البلين بيرنج المساحة كانت ما بين العمود وبين المساحة الداخلية للجلبة، فالمساحة كانت كبيرة وبالتالي تقدر تتحمل احمال عالية. انما لما هنستخدم عناصر دوارة مساحة التلامس قلت، لان مثلا لو استخدمنا عنصر دوار كروي فمساحة التلامس هنا هتكون عبارة عن نقطة، وده بيخلي النوعية دي ضعيفة مع الأحمال العالية. فهنا هيظهر معانا للرولينج بيرنج تصنيفين حسب القوة. التصنيف الأول وهو البول بيرنج، ودي بيكون فيها العنصر الدوار على شكل كور، وبنقول عليها بالبلدي كده رمان بلي. وده راجع لأن البلي فيه مرصوص زي الرمان، والنوع ده لقسمين. أول قسم أو تصنيف وهو الراديال بول بيرنج، ولو جينا نترجمها هنلاقيها محمل كروي شعاعي. مش قلتلك ان الترجمة هتبقى متعبة شوية في المعنى؟ المهم ان الراديال بول بيرنج منها السنجل رو ديب جروف بول بيرنج، اللي هي البلي اللي بيكون بصف واحد من الكور، وده اكتر نوع هتلاقيه قدامك وبتشوفه في منتجات كتيرة جدا، لانه ابسطهم وارخصهم وبيدينا سرعات عالية. غير كده انه بيشيل حمل جانبي او اكسيال فورس كمان، ولكن عيبه زي ما قلنا ان مساحة التلامس فيه قليلة، فبالتالي قدرته على تحمل الاحمال قليلة. النوع ده من البيرنج اشهر الشركات لما بيوصفوه او يكودوه الكود بتاعه في معظم الوقت بيكون 4 ارقام وبيبدأ برقم 6. يعني اول ما تشوف الكود بادئ برقم 6 اعرف ان ده النوع اللي البلي فيه كور وبصف واحد. فمثلا عندنا كود بالمنظر ده على البلية 6206 2 RSH C3. هتسألني ايه معاني الارقام والحروف دي؟ هقولك احنا شرحناها بالتفصيل في فيديو قبل كده ولازم تروح تشوفه. في الستاندرد للنوع ده من البيرنج بيكون 4 ارقام وبيبدأ برقم 6. في الاحجام الصغيرة خالص من النوع ده من البلي اللي قطرها الداخلي بيكون اقل من 10 ملي، بيقولك احنا هنكتب لك القطر الداخلي على طول في الكود ومش لازم تضرب في 5. يعني مثلا بلية قطرها الداخلي 5 ملي هتلاقي كودها 615 مثلا، فهنا الكود بادئ ب6، فنعرف ان نوع البيرنج بصف واحد من الكور على طول. واخر رقم بيقول لي ان قطر العمود 5 ملي على طول، وده للاقطار من 4 ملي ل 9 ملي بس. وساعات بيتوصف ب5 ارقام زي 16006 او 16106 او 61806 وهكذا بقى. النوع ده بيكون بصف واحد من الكور برضو، بس بيسموه بثين سيكشن بيرنج، وبلغة السوق بنقول عليها بلية كنزة لان عرضها بيكون رفيع عن باقي الانواع. والنوع ده يفضل اكتر تخش تعرف تفاصيله من الكتالوج، لانه ما بيتبعش القاعدة بتاعة الاحمال زي ما اتكلمنا في النوع الستاندرد اللي ب4 ارقام. النوعية دي من البيرنج اللي بصف واحد عشان قدرتها على تحمل الاحمال قليلة في بعض التطبيقات، فبتيجي في بعض التطبيقات بحتاج اكبر البلية او ان اعمل صف كمان من الكور. فهنا بيظهر معانا النوع التاني من التصنيف ده، وهو الدبل رو ديب جروف بول بيرنج او البلي الكور اللي بصفين. ولكن هلاقي انه مقارنة بالجورنال بيرنج هيكون كحجم ووزن اكبر. غير كده ان النوع ده لو حصل له خبطة مفاجأة بيتضرر بسرعة. النوع ده من البيرنج اشهر الشركات لما بيوصفوه او يكودوه الكود بتاعه في معظم الوقت بيكون بادئ ب4000، فبيكون مثلا 4206. فهنا بدل الرقم 6 بقى رقم 4. ونفس الكلام برضو اخر رقمين بيعبروا عن قطر العمود، ولكن اول ما نشوف الكود بادئ ب4 يبقى ده النوع اللي بصفين من الكور او ديب جروف بول بيرنج دبل رو. وبكده فيديو النهاردة خلص.
ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.